يا اهلا بالحلوين ويا صباح الفل والياسمين، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو جديد. لو عندك لفة من الجلاش هاتيها وتعالي بسرعة علشان اقول لكم على وصفة سهلة وسريعة وكمان مش تقليدية. هنعمل طاقية السلطان، ميني طاقية السلطان، بطريقة سهلة وسريعة وكمان طعمها لذيذ جدا. يلا بينا على طول نبتدي الوصفة بتاعتنا. وعايزة اقول لكم كمان لو انتي مبتدئة وملكيش يعني قوي في الحلويات، الوصفة دي هتطلع مظبوطة معاكي ومن اول مرة. يلا بينا. بصوا، عندنا اول حاجة هنجيب حلة وهنحط فيها نص كيلو من الحليب. هنحط عليهم بيضة، معلقة كبيرة من الكاسترد ومعلقة كبيرة من النشا. دي الحشوة اللي احنا هنحشي بيها الجلاش. تمام. هنحليهم كده بمعلقتين كمان من السكر وهنقلبهم تقليبتين كده بالمضرب اليدوي، وبعد كده هنحطهم على نار هادية لحد ما يختلطوا وكمان يبقوا زي المهلبية كده يعني. بيبقى كريمي كده. تمام. هنفضل نقلب فيهم كده بالمضرب، طبعا ما نسيبوش ولا اي حاجة، لا، على نار هادية، ونفضل نقلب كده بالراحة لحد ما يختلطوا ويتحولوا الى كريمي كده بالشكل ده. خلاص هنرفعهم بقى من على النار وهنحطهم على طول في اي حلة بقى عندنا، اي طبق عندنا. المهم ان احنا نحطهم في طبق وبكيس تلاجة. فتحت كيس كده من التلاجة وحطيته على طول مباشر على الخليط علشان ما يكونش ليا قشرة يعني او طبقة كده للخليط اللي احنا عملناه. تمام، او الحشوة اللي احنا عملناها. تعالوا بقى للفة بتاعة الجلاش بتاعتنا. عايزة اقول لكم ان اللفة هتعمل معانا كمية حلوة جدا. هنفرد كده طبقة من الجلاش، وهنحط ما بينهم سمنة سايحة، وكمان هنحط عليهم طبقة تانية من الجلاش. يعني هنعملها بطبقتين. حابة تعمليها بثلاث طبقات مفيش اي مشكلة، براحتك بقى. بس احنا هنعملهم بطبقتين يعني هيعملوا معانا كمية حلوة. قطعتهم كده. عارفين الورق بتاع السمبوسة او العجينة بتاعة السمبوسة بتبقى طويلة كده؟ هو احنا هنعملها نفس الشريحة بتاعة السمبوسة دي. وحطيت معلقة من الحشوة اللي احنا عملناها، طبعا لما سيبناها تبرد تماما، وبعد كده بنبتدي ان احنا نشتغل. بس بنلفها بقى زي السمبوسة بالظبط، يعني سبعات تمانيات كده لحد ما نلف اللي هو الورق بتاعنا او الجلاش بتاعنا لحد ما يبقى مثلث كده بالشكل ده. سهلة جدا. ومش هنعملها بأي حاجة، لا، انا بروح بقى مدخلاها كده في المثلث كده، يعني بيبقى عامل زي جراب كده. فاهميني؟ بيبقى شكل المثلث. بس شفتوا سهلة ازاي؟ سهلة وسريعة، وعايزة اقول لكم ان النتيجة بتاعتها مضمونة وهتطلع معانا حلوة جدا، وغير كمان طعمها لذيذ. مش هنقف بقى كتير ونقعد نعمل خلطات وحشوات وحاجات، لا، سهلة وسريعة ومناسبة جدا للحر بقى والجو الصعب اللي احنا فيه. كده جمعتهم كده بالشكل ده. ببتدي بقى اجيب الصينية اللي هدخلها الفرن، بديها مسحة كده بس من الزيت او السمنة، وببتدي بقى ارص المثلثات اللي احنا عملناها كده بالشكل ده. هكمل بقى باقي اللفة بتاعتنا، وبعد كده شغلت الفرن بتاعي لحد ما يسخن وحطيتها على الرف اللي في النص. اديتها لون من تحت، واول ما اخدت لون من تحت على طول شغلت الشواية واخدت لون ذهبي كده بسيط من فوق. بس كده طلعتها من الفرن، سبتها تبرد شوية، وبعد كده حطيت ليها بقى اللي هي الشوكولاتة. ممكن بقى حابة تحطي عليها سيرب براحتك، حابه تحطي عليها عسل ابيض براحتك جدا. انا حطيت عليها خطوط كده من الشوكولاته، كان شكلها حلو، مختلف مش تقليدي، وغير كده كمان طعمها جميل جدا. يعني انتوا عارفين الشوكولاته في اي حاجه يعني هتخليها حلوه جدا. جربوها بجد هتعجبكم جدا.
انا كمان ما سكتش على كده، اديتها كمان شويه كده من العسل الابيض، عملت خطوط عليها كده بالشكل ده. فعايزه اقول لكم ان هي كان طعمها لذيذ جدا. وعلى فكره العسل بتاعها مظبوط، يعني مش لازم تتغطس في السيرب ولا اي حاجه. الشوكولاته خلاص يعني كفيله ان هي تديها لي طعم كده مسكر. ولو عندك عسل عادي جدا برضو يعني، سواء دي او دي، الاتنين هيبقوا حلوين جدا. يعني ان احنا نستخدم حاجة واحدة منهم، مش لازم بقى نعقد نفسنا ونعقد الدنيا ولازم نعمل الوصفة يعني بحذافيرها. لا خالص، مفيش مشكلة، اللي موجود عندك استخدميه. حابة تعملي عليها خطوط كده شوكولاتة بس تمام. وعايزة اقول لكم كمان ان شوية من الشوكولاتة صغيرين كده ممكن يظبطوها، يعني لو خطوط كده شوية صغيرين كده من الشوكولاتة هتبقى حلوة جدا. خلاص عايزة ترشي عليها رشة كده من العسل يعني براحتك جدا. بصوا بقى شكلها من جوه كان طعمها لذيذ، والحشوة مظبوطة جدا ويعني معقولة. ومدياها كده سنة ان هي تبقى طرية كده، فبجد لذيذة جدا يعني. انا حبيتها وعندنا كلهم حبوها بصراحة. فانا مش هبطل اعملها، جربوها هتعجبكم جدا يا جماعة. استنوني ان شاء الله في الوصفات اللي جايه باذن الله، هعمل لكم وصفات سهله وسريعه ومش هتبقى فيها شغل كتير ولا مواعين كتير، دي اهم حاجه. استنوني ان شاء الله فيديوهات تانية جايه كتير على خير. لو لسه بقى مش مشتركين في قناتي يا ريت تشتركوا وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم اشعار بكل فيديو جديد انا بنزله. ما تنسوش تعملوا لايك للوصفه الحلوه دي، واستنوني فيديوهات تانية جايه كتير على خير. شكرا لكم ومع السلامه.